جعفر العمدة مش هي دي مصر اطلاقا. مش هي دي مصر اللي بيعبر عنها مسلسل جعفر العمدة اللي بيقوم ببطولته محمد رمضان. في الحقيقة قمة التفاهة، قمة السطحية، ان احنا نشوف يافطة تم تعليقها في محافظة المنوفية بيباركوا لجعفر العمدة بالبراءة. طبعا جعفر العمدة ده احد الشخصيات او اهم الشخصيات في المسلسل بتاع محمد رمضان اللي بيعرض في رمضان. يعني انا شايف ان هي الدعاية في الحقيقة رخيصة جدا، بتعكس سطحية وتفاهة لا يمكن ابدا ان تعبر عن الشعب المصري بحال من الاحوال. مسلسل جعفر العمدة اللي حضراتكم يعني بعض الناس تابعته، او يمكن السوشيال ميديا النشيطة واللي شغالة تبع محمد رمضان بتروج له للأسف. يعني كان بتقدم نماذج ولا أسوأ عن المرأة المصرية اللي هي خلعت جوزها عشان تعيش معاه وتاخد 7 مليون جنيه، وتفاصيل كتيرة يمكن زميلتنا الإعلامية القديرة الأستاذة هبة عبد العزيز كتبت عليها. وإن دي إهانة في الحقيقة في حق المرأة المصرية اللي بتظهرها كأنها مستغلة أو إنها بتدور على الفلوس. مش بس نموذج المرأة المصرية، لا ده نماذج كتيرة جدا بيعرضها المسلسل لا تعبر أبدا عن مصر الحقيقية. مصر الحقيقية هي القيم، هي المبادئ، هي الأزهر، هي الكنيسة، هي المبادئ المحترمة، هي العائلات، هي حاجات كتيرة جدا، هي الريف المصري العريق، هي اللي بيقفوا مع بعض في وقت الفرح ووقت الجرح. هي دي مصر الحقيقية، مش النموذج اللي بيحاول يسوق له أو يروج له محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة. مش عارف الحقيقة، ما زالت الآلة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المدفوعة بتحاول تروج لهذه الأكاذيب وتحاول تسوق لأبطال من ورق ونمبر 0 ونمبر 1. الحقيقة نمبر 1 اللي احنا بنقول عليه هو العامل اللي بيتعب وبيعرق في المصانع، هو الفلاح اللي بيشتغل طول النهار في بيته عشان يروح عياله بالأكل، هو الموظف اللي بيشتغل وراعي ضميره قدام ربنا سبحانه وتعالى. هي دي مصر الحقيقية في الحقيقة، وهم دول الناس نمبر 1. نمبر 1 الشيخ وليد مهساس، الراجل التقي النقي الإمام اللي قدم صورة رائعة عن سماحة الإسلام وتعاملهم مع الحيوان والقطط. لما قطة صعدت على كتفه وكان بيحنو عليها ونزلت، وشاف الفيديو بتاعه أكتر من 6 مليار حول الكرة الأرضية، يعني كل الكرة الأرضية شافته، وناس قرأوا عن الإسلام بمجرد لقطة بسيطة زي كده أظهرت التعامل مع حيوان زي القطة. يعني نمبر 1 هو الإنسان اللي بيفيد مجتمعه، هو اللي بيقدم نموذج محترم نقتدي به جميعا. أما جعفر العمدة واللافتات التفاهة اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بيباركوله على البراءة، طبعا لا تعليق في الحقيقة. بشكر حضراتكم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.